بنتكلم النهارده عن عملة بطلمية مهمة جدا. بنقول بعد ما مات بطليموس الخامس سنة 180 قبل الميلاد، تولى العرش ابنه الصغير بطليموس السادس، وكان تحت وصاية أمه اللي كليوباترا الأولى، اللي هي أم كليوباترا الثانية، اللي ليها قصة وماتت وانتحرت والكلام ده. لكن الملكة الأم اللي هي كليوباترا ماتت سريعا بعد 4 أعوام فقط من وصيتها على العرش لابنها بطليموس، اللي هو الملك الصبي أو ملك الصغير. وهنا انتقلت الوصاية الفعلية إلى أحد عبيد القصر المحررين، والذي كان يدعى يوليوس. يبدو أن الخصي ليوليوس قد صار آه، هو المتحكم في ملك البطالمة، حتى أن Likey